ويسعدني إن يكون معايا أجمل couple النهارده، العريس والعروسة وفرحكم التاني، مش كده؟ مي يعني ألف ادمت مبروك. حكاية عريس وعروسة دي خلاص. داخلين على السنة. لا قدمنا لا لا لا، بقى. انتوا هتفضلوا عرسان طول العمر. ربنا يخليك. مي بقول لك مبروك طبعا على الألبوم تاريخي، ألبوم متميز، أغاني متنوعة. تقولي إيه النهارده وإحساسك إيه؟ مبسوطة وسعيدة وفخورة ومتشرفة، وبحمد ربنا جدا على فضله عليا وعلى كرمه، انه الحمد لله ربنا وفقني، واتمنى اكون دايما عند حسن ظن الناس طول الوقت. يا رب دايما. أستاذ محمد العمروسي، الداعم الأساسي والرئيسي لموهبة مي فاروق، يعني نقول الفترة اللي فاتت دي كلها، نقول كام سنة كده تقريبا. يعني هي مي طول عمرها داعمة نفسها من البداية وشغلها مسمع والناس بتحبها. أنا جاي على حب الناس ليها. أنا كنت أصلا من الناس اللي بتحبها وبتحب تسمع لها. ويعني مش في مصر بس، يعني مي على مستوى الوطن العربي كله ليها جماهير وقاعدة جماهيرية كبيرة. صحيح. اخترت انك تنتجي الالبوم لنفسك، يعني اعرف السبب ايه؟ هل حبيتي انك تعملي حاجة على مزاجك كده بمزاج زي ما بيقولوا؟ ده سبب. السبب التاني هو خلاص كله دلوقتي بيعمل كده، مبقاش فيه قوي الافكار بتاعت من كام سنة فاتت، وهو ربنا أراد والوقت المناسب جه للخطوة فنفذتها، يعني الحمد لله. الحمد لله. 9 اغاني، يعني نزلوا تقريبا كل شهر او شهرين اغنية على مدار 2025. كنت قاصدة تعملي ده، انك تبقي متواجدة طول السنة؟ مم. كنت قاصدة لأنه أولا ده كان أول ألبوم، زي ما يعني أول ألبوم كامل، فقلت أنزل واحدة واحدة للناس كده علشان كل شوية يلاقوني معاهم، كل شوية يلاقوني بأغنية قدامهم. إن شاء الله المرة اللي جاية بقى خلاص يبقى الألبوم على بعضه. ان شاء الله. الاغنية رقم 1 بقى من وجهة نظرك، وانت اخرجت لها اغنية، عملت لها والله كليب، مش هم كده؟ كلهم حلوين يعني، ومعاها كل الصناع أسامي كبيرة ومهمة. يعني أنا بحب ميزني، بحب تاريخي جدا، بحب سلطانة، كان نفسي أقابلك. بصراحة كل الأغاني حلوة. أغنية الفرح بقى يعني اتعملت مخصوص عشانكم، مش كده؟ هي ما كانتش مخصوصة للفرح، بس احنا خصصناها للفرح. قلبتوها ايوه للفرح، ايوه. وظفتوها للفرح. بالظبط. جميل. طيب قول لي النهارده، يعني بتشوف مي ازاي وهي بتخطو اولى خطواتها على مستوى الالبومات بقى؟ يعني قبل كده قدمت سنجل، وطبعا هي في الاوبرا من وهي 8 سنين، فبتشوفها النهارده ازاي، وبتشوف مستقبلها ازاي الفترة اللي جاية؟ يعني أنا بشوفها بتحقق أول خطوة في أحلامها، وبتمنى لها إن هي تحقق كل أحلامها في الفترة اللي جاية. يا رب. بتدعميه زي ما هو بيدعمك بصراحة؟ هو اللي يرد على السؤال. طبعا. يعني وشها حلو عليا ودايما داعمة ليا وواثقة فيا، دي حاجة كبيرة عندي. يا رب دايما. بتقولي له ايه النهارده بقى وهو، يعني ما شاء الله، من اول ما جيت لغايه انا خلاص همشي وهو لسه موجود، وكل الناس هتمشي وهو لسه موجود، فبتقولي له ايه؟ هو لازم، امال مين اللي هيروحني في الاخر؟ لا بشكره والله من كل قلبي، وبقول له يعني حظي حلو انه ربنا رزقني بيه، وفعلا يعني زي ما دايما بقول سند وظهر ونعم الزوج ونعم الرجل. يا رب ربنا يخليكم لبعض دايما. بتقول لها ايه بقى؟ اقول لها ربنا يحفظك ويخليكي ليا، وانا بحبك جدا. ربنا يديم المحبه ما بينكم ودايما متالقين، واعمال فنيه ناجحه دايما. يا ألف رب. شكر. يا رب. شكرا شكرا شكرا. لحضرتك.